أن هناك معلومات توفرت تدعوهم إلى الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة، وأبرزها استمرار المخطط الهادف إلى إفشال وإسقاط الدولة عن طريق تصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بميدان التحرير لأكبر وقت ممكن، والعمل على تصعيد الأحداث بهدف توريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك من جانبهم. وأضاف البيان أن هذه التطورات تتطلب من شباب الثورة الشرفاء والقائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر التام، والعمل على عدم تدخل أي عناصر غير موثوق فيها، مع التفتيش الدقيق والتأمين الكامل لهذه الفعاليات، علما بأن أي من أجهزة الشرطة المدنية أو عناصر القوات المسلحة لن تتدخل أو تتواجد بتلك المناطق. في نفس الوقت نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على الفيسبوك ما تردد حول قيام المخابرات الحربية بشراء طبنجات جديدة غير مسجلة بالدفاتر ومن القطع المهربة وليست من الأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ عمليات اغتيالات لشخصيات بعينها. ووصفت الصفحة هذا الكلام بالأكاذيب، واتهمت الصفحة شخصيات بالخارج بمحاولة تخريب مصر. وأقولها مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة: أبدا لن تسقط مصر، أبدا لن تضيع مصر، أبدا لن تقسم مصر. لن نقبل أبدا لأي إنسان يعتقد أنه ممكن يخرب مصر أن احنا نديله هذه الفرصة. آن الأوان أن نقف جميعا صفا واحدا، إيد بإيد، رجل جنب رجل، عشان نقول يلا نبني مصر، يلا نطور مصر. كفانا بقى، كفانا اللي حصل واللي بيحصل من آلام وأحزان، ولازم نستيقظ كلنا، لازم نفوت على أي إنسان يحاول كده بس يفكر ان هو يدمر مصر. لازم يفهم ان مصر ابدا لن تسقط، لن تسقط مصر ابدا. مصدر رفيع يكشف رصد عناصر تستهدف مخطط للتخريب يوم 25 يناير. كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن رصد جهات أمنية سيادية لتحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير المقبل من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع. وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة. وبقولها أيضا: لن يسقط الجيش ولن تسقط الدولة. ويجب أن يفهم الجميع، هؤلاء المقيمين بالخارج الخونة الذين يعتقدون أنهم سيستطيعون تدمير مصر، أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، وهم فاهمين أنا بتكلم عن مين.